السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة فيديو جديد ولقاء جديد بيكم إن شاء الله تستفيدوا بيه. النهاردة هنعمل بسبوسة ال10 دقايق أو بسبوسة السريعة من غير لا بيكنج باودر ولا من غير كمان فانيليا ولا زبادي. هتقولوا ده حاجة غريبة، لا هي مش غريبة. بس شوفوا الفيديو، والنهاردة اعملها لكم بطريقتين. طريقة مقادير قليلة اللي يحب يعمل مقادير قليلة، وطريقة تانية مقادير كتير. اول طريقة هنستعمل فيها نص كيلو دقيق سميد اللي هي 4 كوبايات تقريبا، و3/4 كوباية لبن، يعني اقل من كوباية بشوية صغيرين. وهنحط كوباية ونص سكر. وكمان هنحط كمان تلت كوباية سمنة سايحة. السمنة لازم تكون سايحة. هنحط على فكرة نص كوباية سكر في العجين، والباقي السكر هنحطه في الشربات. كمان هنستعمل 50 جرام عسل تقيل، يعني حوالي تلت كوباية عسل، اللي هو عسل جلوكوز، أو تحطي عسل نحل اللي هو العسل الأبيض في الدول العربية. السيرب هنحط كوبايتين مية وكوباية سكر. كوبايتين مية، يعني المية ضعف السكر. وممكن تستبدلي السكر بالعسل الأبيض وتحط عليه معلقة سمنة بلدي كبيرة. البسبوسة عشان تطلع ناجحة لازم تستعملي سمنة بلدي، ما ينفعش تستعملي السمنة الصناعي، وما ينفعش فيها الزبدة. شفتوا كل المقادير بندوبها مع بعضيها، ونحط الدقيق بتاع البسبوسة، وما نعجنهاش كتير، يا دوبت بنلم الدقيق بعد ما نعمله مع المقادير اللي احنا دوبناها كويس جدا مع بعض، وبعدين اضفنا لها الدقيق اخر حاجة. اخر حاجة تضيفي دقيق البسبوسة. على فكرة مش انا اللي بصور، ابني هو اللي بيعمل بايديه، وانا كنت بشوفه وهو بيعملها. فدي ايد ابني، يعني محدش يتكلم يعني. آه، آه، فبنحاول يسويها في الصينية. هي بتبقى مفرولة شوية، ما تخافيش ومش هتبوظ ولا يجرى لها اي حاجة. والصينية اللي بيبقى عنده صينية ممكن يلزق فيها ادهنيها. الصواني اللي ما بتلزقش فيها حطي المقدار عادي، مش هتلزق وهتطلع زي الفل. الطريقة التانية زي ما انتوا شايفين كده، اللي انا ضاعفت فيها المقادير. كل المقادير بتضعفيها وتدوبيها كويس جدا مع بعضيها. احنا حطينا اللبن على السمنة السايحة على السكر، وبندوب كويس جدا. برضو ابني هو برضو اللي بيصور، لان انا قلت له ان احنا عايزين نعمل مقدار كبير عن كده، فهي ضعفت المقادير زي المقادير الاصلية بالظبط. بعد كده هنضيف الدقيق هنا بالراحة، لان حسيت ان الفيديو اللي قبل كده سريع، فكده عشان تشوفوا الطريقة بهدوء. يعني حاطين هنا ضعف المقدار تماما، يعني حاطين اللبن كوباية ونص لبن، كيلو دقيق سميد، ده كيلو بحاله، الكيس كله اهو كيلو. حاطين السكر، 3 كوبايات سكر، حاطين منهم كوباية في العجين، كوبايتين في الشربات. السمنة حاطين المرة اللي فاتت حطينا تلت كوباية، يبقى نحط تلتين كوباية، يعني كوباية إلا شوية صغيرين. وحاطين 100 جرام عسل تقيل، برضو تلتين كوباية. اللبن كوباية ونص. دقيق السميد لو تعايري بالكوباية يبقى تحطي 8 أكواب دقيق سميد. مفيش لا بيكنج باودر ولا في فانيليا ولا زبادي. شايفة هو بيبسهم كده يا دوبت بيلم العجينة مع بعضيها، وهتبقى مفرولة زي ما هي، لان كتر بس العجين يخلي البسبوسة تنشف وتبقى وحشة ومحجرة كده. لكن احنا يا دوبت اسمها بسبوسة منها بتبقى كده زي البسيسة كده، بتتبس ما بتتعجنش.
بعد كده بتحطي السكر التقيل او العسل التقيل، سكر جلوكوز، او تكوني عاملة مثلا سيرب وقبليها بيوم تقيل كده، وتبتدي تضيفيه، او تحطي عسل ابيض. النتيجة بتبقى واحد في جميع الاحوال. شايفين شكل العجينة مفرولة ازاي، وهي ما دهيناش الصينية ولا حاجة. بس انت لو صينيتك من النوع اللي بيلزق فيه الحاجات، ادهنيها بسمنة بلدي. البسبوسة روحها السمن البلدي، ما ينفعش تعمل بسبوسة من غير سمنة بلدي بصراحة يعني. ولازم تدب الصينية كده عشان تطلع فقاقيع الهواء وتخليها مستوية مع بعضيها. شايفين؟ على فكرة البسبوسة هي لونها محمر عن كده، بس هو الإضاءة مش صح. هتشوفوها في آخر الفيديو وهي متقطعة لونها محمر، لكن مش عارفة الإضاءة كان طافين النور أو حاجة زي كده بتاع الكاميرا. تطلع تعرف الناس استوت من الحواف بتاعتها، تلاقيها حمرت. بعد كده بتسقي بالشربات، وما تخافيش من كتر الشربات هتشربه وهي سخنة. تعملي الشربات تحطي له نص ليمونة، وممكن تحطي له فانيليا لو تحبي. فانيليا بتدي له ريحة حلوة. لكن العجينة ما تحطيش لا بيكنج باودر ولا فانيليا ولا زبادي. يعني طول عمرنا نعمل البسبوسة بالزبادي، المرة دي من غير زبادي خالص. اهو بنقطعها، شايفين طرية ومستوية وجميلة. وانا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، وهكتبها لكم على الشاشة ان شاء الله. أه هتطلع في منتهى الجمال. ولازم تهدى تماما عشان تقطعيها، ما ينفعش تقطعيها وهي سخنة. لازم تسيبيها تهدى عشان تبتدي تقطعيها وتطلعيها من الصينية، عشان تطلع البسبوسة مظبوطة. وفي ناس بتحط بيض للبسبوسة دي، ما تحطلهاش لا بيض ولا اي حاجة. فهتطلع في منتهى الجمال ان شاء الله. طبعا انت القطعة بتاعة البسبوسة تقطعيها زي ما انت عايزة. على فكرة ممكن تضيفي جوز هند لو تحبي جوه البسبوسة. وفي ناس بتحط مكسرات على الوش، ممكن تحط مكسرات او فول سوداني. طبعا بيفرق في الطعم. وممكن ترشي جوز الهند بعد ما تطلع، وهتشوفيها في اخر الفيديو واحنا بنرش جوز الهند. اهي الصينية بيعمل الحوافي. آه، لازم البسبوسة تستوي كويس جدا، وتحط في فرن يكون يعني 180 درجة. وبعد كده تولع الشواية من فوق في الآخر، لو ما هو مش بيتولع الاتنين مع بعضيهم. لازم البسبوسة تاخد وش أحمر حلو علشان تطلع حلو. دي على فكرة البسبوسة بتاعت المرة الأولانية، الفيديو الأولاني. الصينية الأولانية اللي احنا عملناها في الأول خالص، وهتشوفوها وهي متقطعة إن شاء الله. أتمنى أنكم تستفيدوا بالفيديو ده، وما تخافيش اعمليها من غير بيكنج باودر ومن غير زبادي ومن غير فانيليا، وهتطلع في منتهى الجمال. وما تبسهاش جامد. اهي القطعة بتاعت البسبوسة وطعمها تحفة تحفة تحفة. وما تنسيش تحط للشربات معلقة سمنة بعد ما يغلي كويس. وتاكلوها بألف هنا وشفا. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. ممكن ترش مكان الجوز الهند، ترش مكسرات او فول سوداني مفروم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.